السلام عليكم يا سنة تالتة، يا رب تكونوا بخير وعلى خير إن شاء الله. فيديو اليوم من كتاب قطر الندى في اللغة العربية الترم الثاني بعنوان نص معلوماتي ثقافات الشعوب، من صفحة 70 وحتى صفحة 75. خليكم معنا لآخر الفيديو، ولو عجبكم الفيديو متنسوش لايك وشير للفيديو، واللي أول مرة يشوف قناتي وعجبته القناة ما ينساش يشترك في القناة ويفعل جرس التنبيهات على الكل لو حابين يوصلكم إشعار بكل فيديو جديد بنقدمه على القناة. ونبدأ بسم الله يا حلوين. يتكون العالم من شعوب عديدة. يعني ايه يا حلوين؟ يعني العالم اللي احنا عايشين فيه ده بيتكون من شعوب كثيرة، ولكل شعب عاداته وتقاليده في المأكل والمشرب والملبس وممارسة الهوايات. كل شعب يا ولاد ليه الأشياء الخاصة بيه اللي بيعملها أو اللي ورثها عن أجداده، اللي بيعملها باستمرار أو اللي ورثها عن أجداده في المأكل وفي المشرب وفي الزي اللي بيلبسه وممارسة الهوايات. احنا هنلاقي كل حاجة بنعملها غيرنا بيعملها في كل الشعوب؟ لا طبعا، كل شعب له الأشياء الخاصة بيه. تمام. كما يتميز كل شعب عن غيره باللغة التي يتواصل بها، وكل شعب له ايه؟ له لغة خاصة بيه. كلنا احنا بنتكلم اللغة العربية. تمام. الشعوب كلها، العالم كله بيتكلم اللغة العربية؟ لا طبعا، يبقى كل شعب له ايه؟ له لغة خاصة بيتواصل بها. والفنون التي يمارسها، وهذا ما يسمى ثقافة شعب. ولفنون خاصة، فنونه الخاصة، وهذا ما يسمى ثقافة شعب. اهو ده ثقافة الشعب بقى يا حلوين. لغة خاصة، كل شعب له لغته الخاصة وفنونه التي تميزه. تمام. لم يكن اختلاف الشعوب فيما بينها مانعا من تعرف ثقافات الآخرين. يعني اختلاف الشعوب ده يا حلوين، أو تميز الشعوب في، يعني كل شعب بيختلف عن التاني بحاجة، عن غيره بحاجة، أو بيتميز بحاجة، لم يكن مانعا. ما هوش حاجز يا حلوين اللي احنا نتعرف على ثقافات الاخرين. مش انت عندك بتتكلم اللغه العربيه يبقى حد غيري بيتكلم اللغه الانجليزيه ما ينفعش يتعلمها، او انا بتكلم اللغه العربيه ما ينفعش اروح اتعلم اللغه الانجليزيه او اللغه الصينيه او اي لغه؟ لا، ده مش مانع ولا حاجز ان هو نتعلم ثقافات الاخرين، لان هذه المعرفه تذلل عقبات. بتذلل عقبات يعني بتسهل صعوبات أما نعرف ثقافات الآخرين كثيرة في طريقة التواصل بين هذه الشعوب. لما أجي أتواصل مع شعب يا حلوين لازم أكون عارف عادته وتقاليده إيه، وكمان متعلم لغته، أتواصل معاه بنفس لغته. عندما نتعرف عادات أحد الشعوب وتقاليده نستطيع أن نتعامل معه. مش هنعرف نتعامل معاه غير لما يكون عارف لغته وتقاليده. وتعلم لغة شعب يجعلنا نتواصل معه لفهم فكره. نتعرف هو بيفكر في ايه واسلوبه ايه ومنهجه ايه، ده لما نعرف اللغة اللي هو يتكلم بيها وبنتواصل معاه بيها. وكذلك الفنون، فهي تظهر ثقافة الشعوب وقيمها. تمام يا حلوين. إن الاطلاع على ثقافات الآخرين يكسبنا، معنى كلمة الاطلاع التعرف على ثقافات الآخرين، يكسبنا يعني يزيدنا خبرات، بيزود خبراتنا وخبرات متنوعة، ويحقق تواصلا ناجحا معهم من أجل تحقيق السلام والتقدم والرقي بين الشعوب. طبعا لما نعرف ثقافات بعض وندرسها ونتعامل مع بعض يا حلوين، ده هيساعد في الايه؟ في التقدم والسلام. بعد كده الصفحة اللي بعد كده قاموس الصغير، كده نهاية الدرس. بعد كده المعاني، الكلمة ومعناها والمفرد والجمع والكلمة ومضادها. الصفحة دي بقى سواء ولي أمر بتسمعني أو طالب بتسمعني في سنة تالتة، الصفحة دي بتتحفظ، الكلام والمعاني لازم نحفظها، والصفحة دي كاملة بتتحفظ. تمام يا حلوين. بعد كده تحليل النص في سؤال وجواب. عارفين لو فهمت الدرس كويس وقرأت الدرس مرة واتنين وحفظت المعاني هتجاوب على الأسئلة عن طريق فهمك، وده اللي أنا عاوزاه، مش عايزين حفظ، نفهم كويس. تمام يا حلوين. يلا صفحة 73 نشاط 1. ضع علامة صح أمام الفكرة التي وردت في الدرس. في فكرة وردت في الدرس، لو وردت معايا في الدرس صحيح هنحط قدامها صح، لو فكرة تانية ما وردتش في الدرس هنسيبها قدامها فاضي. تمام. لشعوب العالم ثقافات مختلفة، صح، الفكرة دي وردت معايا في الدرس. الاختلاف ليس مانعا من تعرف الثقافات الأخرى، صح. توجد في العالم 7 قارات.
توجد في العالم 7 قارات. هنسيبها فاضية، مش هنكتب قدامها ولا صح ولا خطأ، هي فكرة لكن ما وردتش معايا في الدرس. الاطلاع على ثقافات الآخرين مهم لتحقيق السلام والتقدم. صح، وردت معايا في الدرس. الشمس تشرق على كرتنا الأرضية كل صباح. هسيبها فاضية، ما وردتش معايا في الدرس. نشاط 2، تخير الصواب مما بين القوسين. يتكون العالم من ايه عديدة، من شعوب عديدة. عادات الشعوب وتقاليدها ولغاتها تسمى ايه؟ ثقافة. التواصل بين الشعوب المختلفة يحقق ايه يا حلوين؟ السلام والتقدم، ولا هما معا؟ يحقق هما معا يعني السلام والتقدم. تعلم شعب يجعلنا نتواصل معه لفهم فكره. تعلم لغة شعب. تعرف ثقافات الآخرين ايه؟ عقبات كثيرة في التواصل معهم. يذلل عقبات كثيرة. نشاط 3، أكمل الشكل التالي توضح الاختلافات بين الشعوب. تختلف الشعوب في ايه؟ في اللغة وفي الفنون وممارسة الهوايات والعادات والتقاليد في المأكل والمشرب. ولو فهمنا الدرس كويس وحفظنا المعاني هنحل الأنشطة من غير ما نرجع للفيديو. بس ما ننساش نضغط لايك للفيديو. نشاط 4، صل بالمناسب. صفحة 74. من فوائد الفنون أنها إيه؟ تظهر ثقافة الشعوب وقيمها. الاطلاع على ثقافات الشعوب يحقق تواصلا ناجحا معهم. اختلاف الشعوب ليس مانعا من أي حلوين من تعرف ثقافات الآخرين. يتميز كل شعب عن غيره بإيه؟ باللغة التي يتواصل بها. ضع علامة يساوي للترادف و اكس للتضاد. الكلمتين اللي ما بينهم ترادف نفس المعنى بتساوي، والكلمتين ما بينهم عكس او تضاد اختلاف يعني كلمة وعكسها بيكون علامة اكس. متنوعة مختلفة. إجابة إيه تكون ايه؟ ترادف يعني تساوي. اختلاف اتفاق اكس تضاد. تعرف جهل اكس تضاد. العقبات الصعوبات تساوي ترادف. تذلل تسهل. ترادف يعني معناها الكلمة ومعناها. يتميز يتشابه اكس على تضاد. تظهر تخفي اكس تضاد. نتواصل نتقاطع اكس تضاد. الاطلاع التعرف علامة تساوي ايه؟ ترادف. اختر المعنى المناسب للكلمة الملونة مما يلي واكتبه بين القوسين. الصعوبات حاجز. التعرف يسهل مختلفة. استطاع اللاعب اجتياز مانع صعب في سباق الجري. معنى كلمة مانع حاجز. يذلل الأب المشكلات التي تواجه أبنائه. معنى كلمة يذلل يسهل. القراءة تساعدني في الاطلاع على ثقافات الآخرين. معنى كلمة الاطلاع التعرف. البشر يتحدثون لغات متنوعة مختلفة. معنى كلمة متنوعة مختلفة. الناجح يتغلب على العقبات التي تواجهه. معنى كلمة العقبات الصعوبات. صفحة 75 واخر صفحة معانا. الفهم القرائي. اقرأ الفقرة التالية ثم استخرج منها ما يلي. عندما نتعرف على عادات احد الشعوب وتقاليده نستطيع ان نتعامل معه ونتعلم لغة شعب. وتعلم لغة شعب يجعلنا نتواصل معه لفهم فكره. وكذلك الفنون فهي تظهر ثقافة الشعوب وقيمها. إن الاطلاع على ثقافات الآخرين يكسبنا خبرات متنوعة ويحقق تواصلا ناجحا معهم من أجل تحقيق السلام والتقدم والرقي. كلمة بها تاء مربوطة. الطفل أو الطالب هيستخرج الكلمة بها تاء مربوطة من الفقرة. تمام يا حلوين؟ هنا كلمة لغة. تمام. وفي كلمة متنوعة. بعد كده كلمة بها تنوين بالكسر. خبرات. تمام. وفعلا مضارعا نستطيع. حرف جر من. ضمير غائب هي. كلمة بها اللام شمسية. الشعوب. معنى مختلفة متنوعة. جمع خبرات. مضاد تخفي تظهر. كلمة وجمعها ثقافة وثقافات. ضع علامة صح أو علامة خطأ أمام العبارات الآتية. التعرف على ثقافات الآخرين يجعل التواصل معهم أكثر صعوبة. إجابة خاطئة. لا، ده بيسهل التواصل. تظهر الفنون ثقافة الشعوب وقيمها. إجابة صحيحة. تواصلنا مع الآخرين بنجاح يساعدنا في تحقيق السلام والتقدم. إجابة صحيحة. لنتواصل مع شعب ونفهم فكره يجب أن نبتعد عن تعلم لغته. إجابة خاطئة.
ما فائدة الاطلاع على ثقافة الآخرين؟ ليكسبنا، بنتعرف ليه بقى؟ ليكسبنا خبرات متنوعة. تمام. وتحقيق التواصل الناجح. ضع كل مفردة من المفردات التالية في جملة توضح معناه. معنى كلمة الاطلاع، ومعنى كلمة متنوعة، ومعنى كلمة عادات. طبعا هسيبها لكم تحطيها في جمل يا سنة تالتة. بكل مكررة اللي انا هسيبها نضيفها في جملة من عندنا، بس هقولها لكم بسرعة كده ايه علشان نفهم ايه معنى السؤال. يعني كل كلمة من الكلام ده هحطه في جملة توضح معناه. من الدرس قلت الاطلاع على ثقافات الآخرين يكسبنا خبرات متنوعة. وكلمة متنوعة هقول التعرف على ثقافات الشعوب يكسبنا خبرات متنوعة. كلمة متنوعة كمان. عادات، لكل شعب عادات مختلفة. تمام كده يا حلوين؟ اتمنى الدرس يكون عجبكم، وان شاء الله تحفظوا معاني الدرس وتحلوا كمان الاسئله من نفسكم بدون ما ترجعوا للفيديو او تراجعوها مع الفيديو. اشوفكم بقى في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.